وصلوني للأستاذ مرتضى منصور أو ريهام سعيد أو وفاء عامر حالا. عندي إثبات براءتها ومعلومات خطيرة عن تجارة الأعضاء في مصر. ده كان أول نداء استغاثة من شاهدنا النهاردة، واللي بعدها رسائل كتير يوضح فيها كل التفاصيل، وبعت لي تليفونه وكلمته وبعت لي فيديو بكل التفاصيل. وده اللي هنعرضه النهاردة على أمل إن حد يوصل صوته ويسمعه. ما هو في حاجات مش المفروض نسكت عليها، ناس بتنباع وأجساد بتتفتح وتتقفل زي ما يكونوا قطع غيار. ومش كده وبس، ممكن كمان يجروك تشهد زور وتلبس إنسانة تهمة عمرك ما شفتها. النهاردة مش بس هنحكي قصة تجارة أعضاء، النهاردة معانا شاهد دخل في شبكة وخرج منها مشوه من جوه، وشايف الدنيا بتلعب حواليه، وطلب يقول كل حاجة. هنا في قناتنا في مصر في مناطق معينة تجارة الأعضاء بقت مش بس موجودة، دي بقت بتشتغل بشبكات منظمة لها راس وإيد ورجل. الراجل اللي هنتكلم عنه النهاردة فلاح بسيط، احتاج فلوس عشان ينقذ ابنه من الموت، وده كان كفاية عشان يلاقوه. قال أنا مش تبع أي جهة، بس بحب بلدي وبثق فيكم، وهبدأ من أول القصة. ونفسي صوتي يوصل للأستاذ مرتضى منصور، أو يطلع مع مدام ريهام سعيد يحكي ويقول على كل اللي عنده بالأسماء والعناوين والمستندات. شاهدنا بيقول احتجت فلوس عشان أنقذ ابني من الموت، بعت البيت والفلوس ما كانتش كفاية. جالي واحد قال لي تعالى على معمل تحليل في الجيزة، خدوا مني عينة دم، وبعد أسبوع اتصل عليا ممرض كبير في السن وخلاني أقابل المريض اللي هياخد الكلية. بعدها راحوا بيه لدكتور معروف كشف عليه، وبعدها مباشرة على الشهر العقاري. محدش سأله ولا سؤال، هو كان شوية ورق توقيع واتعمل التوكيل. الراجل اللي هياخد الكلية دفع رشوة للموظف، واللي حصل بعدها كان أسرع مما نتخيل. في مستشفى كبير في المعادي عملوا له العملية وخرجوه في نفس اليوم. قال والله العظيم كانت القسطرة والخرطوم لسه في بطني وخرجوني. افتكر انها نهاية القصة، لكن المفاجأة ان بعد ترند وفاء عامر وبيع الأعضاء بيتصلوا عليه ويقولوا له في ممثلة اسمها وفاء عامر محتاجينك تقول انك بعت كليتك من خلالها، واللي تطلبه احنا تحت امرك. رد بمنتهى الثقة رغم ظروفه وقال والله العظيم ما شفتها غير في التلفزيون. رفض يشارك في شهادة الزور، رفض يبيع ضميره زي ما اضطر يبيع جزء من جسمه. في النهاية هم ضغطوا عليه عشان يقابلوه، وهيروح لهم فعلا يوم الحد 10 أغسطس 2025. اللي حصل مع الشاهد مش مجرد قصة، ده نموذج لمنظومة ناس فقيرة محتاجة بيستغلوها مش بس في جسدها، لكن في صوتها وشهادتها وكرامتها. في شوية عقل ما بنقدمش ترند، احنا بنحكي الواقع، بنخلي القصة تخرج من الضلمة للنور. شاهدنا حاسس بالذنب وعايز يكفر عنه عشان ربنا يسامحه انه فرط في نعمه، ومستعد للمسؤولية الكاملة عن كل كلمة بيقولها عن منظومة تجارة الأعضاء. دلوقتي هنسمع صوت الشاهد بنفسه بيحكي اللي حصل. اسمعوا واحكموا بنفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا رب يا رب إني ما أنسى كلمة أو أكذب في كلمة بدون قصد. والله العظيم من فترة أنا كانت عندي ظروف، وفعلا أخدني واحد ووداني على معمل موجود في القاهرة، ولمجرد إن احنا دخلنا ما صدق الراجل اللي بيشتغل هناك طبعا لما عرف أنا اسمي إيه ومنين، خد مني عينة الدم. ده بالنسبة لموضوع تجارة الأعضاء. وكان المعمل بتاع الدكتورة ميم فيه موجود في القاهرة. وبعد أسبوع اتصلوا عليا لما جه الزبون طبعا. بعد كده بعد ما اتصلوا عليا قالوا إن عين الدم تطابقت مع الشخص ده، الأستاذ عين ميم، اللي هو طبعا عين الدم تطابقت مع عين الدم. وتقابلت أنا وهو في المعمل واتفق مع الجماعة السعر وعلى كل شيء.
بعد كده خدني الدكتور في المهندسين اللي هو طه فيه، ووقع الكشف عليا. وبعد ده كله رجعنا تاني على المعمل. خدنا عينات، وبعد كده خدوني على شارع البطل احمد عبد العزيز تاني، ودونا المختبر، دخلونا اللي هو على اشعة الرنين. خلصت اجراءات العملية كلها كاملة، وانا فاكر كويس قوي حتى وانا على السرير اقسم بالله والدكتور بيكشف عليا، ففي ابرة بياخدها المريض اللي المفروض اتبرع له انا بالعضو اللي هو الكلى، فبيقول له في ابرة ضد الفيروس علشان الكحة والعطسة، وكانت قليلة في الوقت ده. فبقول له طب الدكتورة بتاع المعمل مش هتقدر توفرها؟ قال له لا، بيكفي ان هي وفرت لك الكلى، يعني عليا انا. فعلا وقتها حسيت ان انا ارخص شيء في الدنيا، ولكن الحمد لله غلطت، وان شاء الله اصلح غلطتي. وطبعا بعد ما خلصنا رجعنا تاني على المعمل، ودفعت الفلوس في معمل الدكتورة ميم فه. وبعد كده حددوا ميعاد العملية في مستشفى كبير في المعادي اللي هي طبعا لام وخلصنا. بعد إجراء العملية ب6 ساعات طلعوني من المستشفى. أقسم بالله أنا طلعت من المستشفى والخرطوم لسه راكب في جنبي زي ما هو. طبعا حاولت أتواصل مع الأستاذ مرتضى منصور، ورحت على المكتب على الدقي لأنه راجل حر وصاحب نخوة، ما لقيتوش هناك. ملياش على موضوع المواقع التواصل الاجتماعي. ربنا كرمني براجل لما أرى المشكلة على الفيس وقف جنبي، لأنه هو متعلم وأدرى مني. ولكن أنا بناشد الأستاذ مرتضى منصور لأنه راجل حر، والأستاذ ريهام سعيد، وأي حد مهتم بالموضوع. طبعا جاني تليفون على أساس، أقسم بالله أنا صادق، على أساس إن أشهد على الأستاذة وفاء عامر إن هي اللي طلبت مني أعمل كده، وكانت بيع العضو عن طريقها. ولكن وحق القرآن أنا عمري ما شفت وفاء عامر غير في التلفزيون، وده اللي أكد لي إن وفاء عامر مظلومة. وعشان كده تواصلت مع الشخص المحترم ده على أساس إني أطلع وأقول الحقيقة كلها كاملة. والله العظيم مرة من المرات كان في أب جايب ابنه عنده 12-13 سنة على أساس إنه هيدي كلية ابنه لواحد فلسطيني، والشاب بتاع الشرقية أحمد أو محمد، يا أحمد يا محمد يا اللي اتبرعت للست وقابلتني في المعمل وفضلت على تواصل أنا وأنت على التليفون. لو شفت مقطع الفيديو بتاعي ده اطلع انت كمان وقول الحقيقة، حرام تظلم ناس ملهاش سبب. انا فاكرك كويس اوي، ماشي خلاص. يعني هي المخافة من ربنا سبحانه وتعالى، على الاقل الواحد يكفر عن ذنبه. وانا على اتم الاستعداد اطلع مع الاستاذ ريهام سعيد، او اني اروح على النيابة الادارية مع الاستاذ مرتضى منصور، واحط جميع الاسامي، واي حد هيروح عند المعمل هيلاقي ارقام تليفونات اللي عايز كده واللي عايز يشتري. والمقابلة والسمسرة كلها بتكون عن طريق المعمل. اقسم بالله العظيم انا صادق، اقسم بالله العظيم كمان مرة انا صادق. فارجوكم اللي يشوف الفيديو يحاول يوصلني باي حد، اذا كانت الاستاذة ريهام سعيد، اذا كان الاستاذ مرتضى منصور، اذا كانت قناة الشمس، اي حد. ولكن صدقوني والله صحيح، اقسم بالله العلي العظيم جاني تليفون من حوالي 3 ايام على اساس اني اقابل حد من المجموعة مجموعة الشيطان دي، على اساس اقابله يوم الحد في الجيزة، وهروح واقابله، لان خلاص يعني حياتي رخصت عليا بعد الغلطة اللي انا غلطتها في حق نفسي وولادي. ولكن والله العظيم الظروف كانت اقوى مني، ولكن وعد بيني وبين ربي سبحانه وتعالى اني افضل وراهم لحد ما يتحقق معاهم واحد. الدكتور طه فه، والدكتورة ميم فه، والمستشفى لام، كلهم انا عارفهم، وحتى الممرض انا عارفه، والاستاذ عين ميم اللي هو انا اتبرعت له. وربنا يعلم اني انا راجل صادق، والله العظيم انا راجل صادق ما كذبت في كلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش ضد حد، ولا ضد المستشفيات، ولا ضد أي فنان. أنا مع الإنسان اللي بيتظلم واللي بيتباع واللي بينطلب منه يكون من غير ضمير، وهو مش كده. واللي قاله أنا بعتبره مش دليل على إن وفاء عامر مدانة أو بريئة.
دي حاجة في النهاية الجهات المختصة اللي بتحكم فيها، ولحد اللحظة دي لا بنتهم ولا بنبرأ حد. بعد الشاهد ما يقابلهم يوم الحد إن شاء الله هنوافيكم بالتفاصيل الجديدة وكانوا عايزين منه إيه وإيه اللي حصل بالظبط. لو عندك قصة شايف حاجة مش مفهومة فيها ابعت لنا، احنا دورنا مش نصدق ولا نكذب، دورنا نسمعك ونحاول نوصل صوتك. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.